النهاردة ان شاء الله هنعمل معانا قراقيش فقش مش دايبة مش دسمة. انا هنزل الدقيق في البولة، معايا 1.5 كيلو دقيق، عليهم معلقتين سكر، معلقة خميرة فورية مش مليانة. بعد كده هنزل بنص معلقة بيكنج باودر. بعد كده هنزل بمعلقة حليب بودر وهبدأ اقلب. هحط معلقتين سمسم وهخلط المكونات الجافة كلها مع بعضها. وبعد كده هنزل بالسمنة. مقدار السمنة معايا هنا 450 جرام، يعني الكيلو دي له 300 جرام لو انا عايزاها مش دايبة. هبدأ اقلب وادوب ونعم وكده تمام. بلم العجينة بشوية مية دافية، حابة تلميها بحليب اللي يريحك. هسيب العجينة تخمر، وبعد ما تخمر معايا هبدأ اقطع زي ما حضراتكم شايفين. بعمل العجينة رول، وبعد ما بخلص تقطيع زي ما حضراتكم شايفين كده، انا مجهزة الصواني معايا اللي هدخلها الفرن. هبدأ اقطع اطراف العجينة، بعملها رول كويس، رول رفيع، وبعملها زي الحلقان، وبحطها برضو في الصينية بتستوي، بتبقى شكلها جميل وطعمها حلو معانا. زي ما حضراتكم شايفين هخلص الكمية كلها ارصها على الصواني، وبعد كده هركنها ربع ساعة ترتاح وتكمل خمر، وبعد كده هاخدها واروح بيها على الفرن. دلوقتي احنا هنخلص رص في الصواني كلها زي ما حضراتكم شايفين، ومعايا الفرن انا مولعاه عالي من فوق ومن تحت، وبمجرد ما هدخل اول صينيه بهدي من فوق ومن تحت وبسيبها تستوي براحتها وببقى متابعاها. زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله كان شكلها جميل. ده الشكل النهائي. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك، وكل سنه وانتم طيبين.